لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. توتر في أجواء الجزائر بعد اصطدام طائرة سعودية. تحول إقلاع روتيني من الجزائر إلى جدة إلى لحظات توتر عابرة بعدما اصطدمت طائرة تبع الخطوط الجوية السعودية بسرب من الطيور فور مغادرتها مطار حوار أبو مدين الدولي في حادثة نادرة، لكنها لم تسفر عن أي إصابات. وبحسب تقارير ملاحية وقع الاصطدام خلال الثواني الأولى من الإقلاع حين اخترقت الطائرة مسار مجموعة من الطيور المهاجرة، ما تسبب في تطيير الدماء على مقدمتها وزجاج قمر القيادة. وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل المشهد المفاجئ الذي أثار ذعر بعض المراقبين في برج المطار. ورغم الحادثة حافظ قائد الرحلة إلى رابطة جاشة وصل الالتحاق نحو مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، حيث هبطت الطائرة بسلام وسط إشادة من المختصين بسرعة استجابتها واحترافيتها في التعامل مع الموقف. وفقا لشبكة سلامة الطيران تبين أن الأضرار انحصرت في الوجه الأمامي للطائرة وبعض المحركات، بينما أجري فريق الصيانة في جدة فحصا فنيا شاملا فور الهبوط قبل أن يعيدها إلى الخدمة بعد ساعات. ويعرف هذا النوع من الحوادث باسم اصطدام الطيور، ويعد من أكثر الظهور شيوعيا في الطيران المدني حول العالم، إذا سجل الآلاف الحالات سنويا دون أن تشكل خطر على سلامة الركاب. وأشاد مستخدموه على مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الطاقم، معتبرين الحادثة دليلا على المستوى العالي من الكفاءة والتدريب الذي تتمتع به الكوادر السعودية في مجال الطيران المدني.